السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم حبايب قلبي؟ مشتاقة لكم طبعا، طالت الغيبة ورجعت لكم وما سألتوا علي ولا قلتوا وين راحت خالتنا أمنا صديقتنا مشاهد. المهم أني تعمدت أغيب لأن ماكو تفاعل بالقناة مالتي. المهم هنا زيارتي لموسى بن جعفر، وأول ما طلعت لكم بزونات حلوات حبيت أدخل يعني بدخولية حلوة لكم، لأن صار لي هواي ما ناشرة الصراحة بالقناة، وعندي ظروفهم صحية صارت عندي الحمد لله تعدت الحمد لله والشكر لله، وماكو تفاعل بالقناة فما صار عندي بعد واهس إنه أنشر. يعني شلون صار عندي مثل ما تقولون يعني ضايجة، يعني ضايجة اي بصراحة ماكو تشجيع، لأن كل ما أنشر ما يصعد الفيديو يعني يبقى على حطيته فضجت. المهم هنا سويت قيمة نجفية، سلقت الحمص، هم الحمص مال حصة طبعا، ويا لحم مال عجل شرح سلقته سوا، بعدين وخرت المي من عنده وقمت أدق بيها، عندي يده قوية شوية. وهاي بهارات القيمة، قيمة وهيل مطحون وكركم وهيل وكمون ونوم وبصرة. بعد ما كملت الدق طبعا حمست البصل، اللحم أنا دقيته سوا يعني هو والحمص. هنا حمست البصل، شوفوا حبايب قلبي قاعد احمس بالبصل العفو. ومثل ما قلت لكم ما جاي يصير عندي واهس انشر ضايجة، لان يعني ما تسوي لي تحفيز. هاي البهارات ضفتها، بهارات القيمة والكركم والبصرة وهالمطحون، كثروا بالهيل المطحون. اي فضجت، يعني قلت القناة احتمال اسدها، والله مفكرة بهذا الشي، قلت احتمال اسدها لان ما اعرف ما جاي تصعد ولا تفاعل. هاي ناظفة المعجون بالحمس. حبايبي هنا ضفت الحمص واللحم العفو، ضفت الحمص واللحم للمعجون والتوابل اللي حمستها ويا البصل، وبقيت احرك بيها. شوفوا الحمص شلون صاير. بس بصراحة يعني هنا عندنا بالبيت قالوا عايشتينا اجواء عاشور، طعمها ويجنن يعني وشكلها يعني مضبوطة. طلعت قيمة، وأنا أول مرة أسوي هاي القيمة بصراحة، بس طلعت مضبوطة عندي الحمد لله والشكر. هنا بعد ما كملت شوفوا حبايب قلبي شلون صارت، بعد جاي تفور هسه هي. بس احنا شنو نبقى نحرك بيها بهاي الخشب، خاشق الخشب والله تتفور حد ما تضخن تتجانس. يعني القيمة لازم تصير ضخينة، أهم شي ضخينة، مو عازلة. سي بعد هي عازلة. المهم ونرجع لسالفتنا. ضوجتوني ماكو تفاعل تسألون. هنا بدينا نصب طبعا القيمة إلا تمن أبيض سادة، كل شي ما تخلون فوقه، ما تحلى القيمة إلا بالتمن الأبيض السادة. وهنا شوفوا شو صارت ضخينة. هنا أنا يعني هي راد لها بعد، بس أنا ما أحبها كلش تصير طين. أي بس هي يعني بجميع الأحوال هي تضخنها كلش حلو. أي والله صبيتها هيك صبة، يعني مو بالكاسات، يعني عيشتهم أجواء عاشور مثل ما إن شاء الله ما ضل شي العاشور، عاشور الحسين عليه السلام. المهم هنا خبزت، شوفوا خبزت ايش قد حلو خبزي، قاعد يتحسن، لأن أنا قبل فترة تركته وهسه رجعت. بالممارسة أي شي هو بالممارسة يصير يعني قوي. نخبز على السطح حلو، يعني هسه الصيف ماكو، واخبز العصر حلو يصير يعني الخبز مالتي هو ماكو شمس والحمد لله والشكر. هنا ثاني يوم سويت تبسي دجاج بالقلاية الهوائية، دجاج تبلتها وطماطم وبصل وماكو شي، سلقتها ونظفتها بالقلاية الهوائية.
تمن أحمر هم ركبت لهم بيها، تمن أحمر بالشعرية. خير وبركة، نعمة رب العالمين حبايب قلبي. مثل ما قلت لكم هاي الخبز مالتي هنا شنقت، وهاي الصور القيمة النجفية. وألف عافية. فيديو جديد، بس ساعدوا لي هذا الفيديو الله يخليكم، ناس تدي القناة.